السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك سألت نفسك يعني ايه انترنت وبدأ ازاي وبيجي منين؟ اهلا بيكم. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة متنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. بص يا سيدي، الانترنت مش سحر ولا حاجة بتطير في الهوا كده وخلاص، لكن اللي بيحصل ان في عدد ضخم جدا من اجهزة الكمبيوتر مربوطة ببعضها عن طريق كابلات في كل حتة في العالم. تقدر تتخيلها كأنها شبكة طرق. الكابلات هي الطرق وأجهزة الكمبيوتر هي المدن، والمعلومات بتتنقل ما بينهم بسرعة رهيبة عن طريق الكابلات دي. ببساطة، كلمة إنترنت جاية من Interconnected Network، يعني شبكة مترابطة، وهي اللي بتخلينا نقدر نبعت رسايل ونشوف فيديوهات أو ندور على أي حاجة بضغطة زرار. ولما تتصل بالإنترنت، أنت مش بتتصل بحاجة سحرية ولا بالهوا، أنت بتتصل بأجهزة كمبيوتر تانية موجودة في مراكز ضخمة اسمها مراكز البيانات. دي مباني كبيرة جدا مليانة سيرفرات بيتخزن عليها جميع البيانات والمواقع والتطبيقات اللي بتستخدمها طول اليوم. المراكز دي موجودة في بلاد كتير في العالم، وكلها مربوطة ببعضها بكابلات إنترنت عملاقة. الكابلات دي ماشية تحت الأرض وتحت المحيطات عشان تخلي المعلومات تتحرك بين القارات في ثواني. كل شركة إنترنت تقريبا عندها مركز بيانات خاص بيها، وكمان الشركات الكبيرة زي ميتا أو جوجل أو مايكروسوفت عندهم مراكز في معظم الدول عشان يضمنوا إن البيانات توصل للمستخدم بأقصى سرعة. يعني كل ما السيرفر اللي بنطلب منه البيانات يكون قريب مننا، كل ما توصل أسرع. تعال أعرفك العملية بتتم إزاي بالظبط. أول ما بتطلب معلومة أو موقع، الطلب ده بيروح للراوتر اللي عندك في البيت، اللي بدوره بيطلب البيانات دي من سيرفرات شركة الإنترنت اللي أنت مشترك فيها. ولو البيانات دي مش عندهم، بيروحوا يطلبوها من السيرفرات الأصلية الخاصة بالموقع اللي أنت عايزه. يعني مثلا طلبت تفتح جوجل، الراوتر بيبعت طلب لسيرفرات الشركة، ولو مش عندهم بيطلبوها من سيرفرات جوجل نفسها. وكل ده بيتم في أقل من ثانية وتلاقي الموقع اتفتح. قصة الإنترنت بدأت بفكرة بسيطة في الستينيات، لما الحكومة الأمريكية كانت عايزة طريقة تواصل آمنة بين الجامعات والمختبرات، فجربوا يوصلوا جهازين كمبيوتر ببعض عن طريق كابلات، وسموها أول شبكة كمبيوتر. ولما التجربة نجحت، بدأوا يوسعوا الشبكة لحد ما بقت الإنترنت اللي نعرفه النهاردة. وطبعا الإنترنت مش ملك لحد، صحيح إنه بدأ في أمريكا، لكن دلوقتي بقت شبكة عالمية مفتوحة لكل الناس، ومفيش أي دولة أو شركة تقدر تقول إنها ملكاه. ده لأنه نظام تعاوني ضخم جدا بيعتمد على ملايين الأجهزة والشبكات حول العالم، عشان كده أي حد يقدر يوصله من أي مكان. ولو وصلت لحد هنا، ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول.